السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ انا محمود السيد، وان شاء الله النهارده هقول لك على افضل طريقه للمذاكره في رمضان. لان في ناس كتيره بتكون شايفه ان شهر رمضان ده يعني عائق، هتكون هي صايمه فمش هتقدر ان هي تذاكر وكده. فان شاء الله النهارده معايا كده يعني طريقتين او نظامين انا كنت بستخدمهم في رمضان، فان شاء الله النهارده هعرضهم عليك. فاول حاجه انك انت لازم تجهز الورقه والقلم بتاعتك، عشان انا برضو على الورقه والقلم بتاعتي هوضح لك النظامين دول بيقولوا ايه. انت عندك نظامين للمذاكره في رمضان. النظام الاول اللي هو ما بعد التراويح. النظام ده لو انت من الكائنات الليليه اللي هي بتحب المذاكره في رمضان بالليل، او هي عامه بتحب المذاكره بالليل زي حالاتي كده، فده النظام ده هيناسبك وهنقوله لك ان شاء الله. عندك النظام التاني اللي هو النظام اللي هو ما بعد الفجر. النظام ده لو انت بتنام بالليل وبتعرف تصحى الفجر وبتذاكر بعد الفجر وشايف الوقت ده بالنسبه لك كويس، فاحنا برضو عاملين له كذا طريقه. ان شاء الله برضو كل حاجه هتناسبك. فلو جينا على النظام الاول او الطريقه الاولى وهي نظام ما بعد التراويح، لو جيت كده تشوف كذا خطوه. انت عندك اول حاجه انك انت تصلي التراويح. صلاه التراويح ده في حد ذاتها اهم حاجه انت ممكن تعملها، تمام؟ ليه بقى؟ انت هتخش كده في جو رمضان وهتروح تصلي، وبعدين انت اصلا لسه فاطر الفطار المتين، فانت لازم تمشي وتروح المسجد وهتصلي. ويا سلام بقى لو المسجد ده فيه شيخ كده يعني صوته جميل، فده برضه هيحببك اكتر في الجو بتاع رمضان. وانت برضو لو بنت يعني لو في حد يشجعك انك انت تروح تصلي في المسجد التراويح عامه، فده حاجه كويسه قوي. فاول حاجه اللي هي صلاه التراويح ده مهمه قوي، تمام؟ يعني ما تبصش ان هي تاخد من جزء المذاكره ساعه او الحوارات دي، ما تبصلهاش كده. انت تروح تصلي التراويح ودي يعتبر اول خطوه انت تعملها. خلاص، هتيجي من صلاه التراويح هتعمل لك كوبايه الشاي الحلوه كده وتقعد بقى تذاكر لك. من مثلا انت تخرج الساعه 10 من التراويح، هتيجي مثلا تقعد تذاكر من الساعه 10 او 10 ونص او 11 على حسب التراويح في المكان اللي انت فيه، وهتذاكر من الوقت ده لحد الساعة 2 أو لحد السحور. خلاص، طيب انت كده ذاكرت لك بتاع 4 ساعات مثلا او 5 ساعات، هتتسحر وفي الوقت ده يعني تدعي اللي هو وقت السحور ده تدعي فيه. وعندك رقم 4 انك انت هتنام من الفجر لحد الساعة 11 او لحد الظهر. خلاص، الوقت ده كويس. انت كده هتقوم الظهر، هتصلي الظهر، هتكون كده قايم فايق خلاص، فتبدأ انك انت تذاكر لك ساعتين لحد العصر. هتيجي بعد العصر هتلاقي نفسك خلاص بقى انت جبت اخرك، يعني سواء جعان او هبطان او كده في رمضان. فانت هتقعد في الوقت ده انك انت تتعبد بقى، ما تضيعوش برضو. ممكن تقعد في مكان هادي في البيت بتاعكم، او ممكن تروح المسجد لو المكان في المسجد يعني بيسمح من الوقت ده. كده تكون انت ذاكرت لك بتاع مثلا 6 او 7 ساعات في اليوم من غير تعب خالص، ومتقسمين بنظام كل حاجه. خد كده سكرين شوت الورقه دي عشان نخش على النظام بعد الفجر. النظام التاني وهو النظام بعد الفجر. خلاص، انت راجل هتنام طول الليل وتصحى الفجر او تصحى تتسحر وتكمل مذاكره بعد الفجر. انت اول حاجه هتذاكر من الفجر، هتصلي الفجر طبعا وتقول اذكارك، بعد كده تذاكر من الفجر لحد الظهر. خلاص، ولو انت شايف ان الوقت ده كبير وممكن تزهق من المذاكره وكده، فانا كنت عامل فيديو فيه 10 نصايح للمذاكره. يعني ال10 نصايح هيفيدوك، ومن ضمنهم حاجه اسمها تقنيه البرومودورو. التقنيه دي انك انت بتقسم وقت المذاكره، فانصحك انك انت تسمع الفيديو ده وهسيبه لك تحت في الديسكريبشن. تاني حاجة معانا إنك أنت هتنام من الظهر لحد العصر. خلاص، اوعى بقى تسحب لحد المغرب، عشان لو انت سحبت لحد المغرب فانت كده بتبوظ الخطة وبتبوظ الدنيا خالص. لان كده يعني هتيجي هتصلي التراويح وتيجي عشان تنام، هتلاقي نفسك ما انتش عارف تنام او مش جاي لك نوم خالص، بسبب انك انت نمت وقت زيادة. خلاص، فوقت الظهر ده يعني من الظهر للعصر ده وقت قيلولة اصلا، اللي هو كده بتريح دماغك شوية وتقوم بتاع ساعتين ولا حاجة. خلاص، في حاجة تانية، يعني انت كده في خيارين. انت ممكن تذاكر من الفجر للظهر وبعد كده تيجي تنام من الظهر للعصر، وممكن ما تنامش، يعني ممكن تكمل مذاكرة. بس لو انت كملت مذاكرة يعني ما تفكرش انك انت تنام من العصر لحد المغرب، يعني ده ما تفكرش في كده، لان انت اساسا مظبط نومك بالليل. فطالما انت مظبط نومك بالليل، بتحاول تظبط نهارك ما تنامش فيه كتير، عشان يعني لو نمت كتير مش هيجيلك نوم بالليل وكده انت لخبطت الدنيا. هتكمل مذاكرة لحد العصر وتستحمل، يا اما تنام الساعتين دول. خلاص، تالت حاجة بعد كده هتتعبد من العصر للمغرب، هتبقى تقرأ قرآن أو أذكار أو كده. وعندك رابع حاجة هتروح تصلي التراويح، ده حاجة مهمة. وبعد كده هتيجي رقم 5، هتيجي تنام على طول. من بعد صلاة التراويح هتنام لحد السحور أو لحد الساعة 2 أو للفجر يعني. وبكده يومك يكون خلص، وانت كده ذاكرت لك برضو بتاع 6 ساعات في اليوم من غير تعب برضو، فده حاجة كويسة. انا بقى كمحمود كنت بستخدم الطريقه اللي هي بتاعه التراويح، يعني كنت بصلي التراويح وباجي اذاكر طول الليل في ثالثه ثانوي، وبعد كده بنام من الفجر للظهر وكده، فكنت مظبط يومي يعني على النظام ده. انا كمحمود كنت بستخدم النظام اللي هو بتاع ما بعد التراويح، يعني كنت بذاكر بالليل وبتسحر وبنام لحد الظهر. وفي ايام برضو كانت بتتلخبط معايا بسبب ان انا بيكون عندي درس الساعه 8 الصبح، فكنت بلخبط الدنيا ساعات. فيعني حاول
تنظم دنيتك كده ما بين النظام ده او النظام ده اللي يعجبك او اللي يريحك، فانت امشي فيه. بس في الاخر في نصيحتين مهمين. النصيحه الاولى للشباب، يعني انت كشاب لازم تصلي صلاه التراويح في المسجد. ما تفكرش ان مثلا ان صلاه التراويح دي واخده ساعه او ساعتين من وقت المذاكره بتاعتك، وانت مضيع كده وقت المذاكره وثالثه ثانوي والحوارات الهبله اللي احنا بنعملها دي. لا، انت تروح تصلي التراويح ده تحطه رقم واحد، لان انت اصلا في رمضان هو شهر عباده، ما هو شهر مذاكره، خلاص شهر عباده. فاحنا على الاقل بنقول لك اهو ذاكر لك مثلا كام ساعه في اليوم. وتاني حاجه انك انت تصلي التراويح دي اهم حاجه خلاص في اليوم. وتاني حاجه برضو التراويح دي هتحسسك برضو بجو رمضان كده والحاجات الجميله اللي احنا كلنا بنحبها في رمضان. عندك برضو بالنسبه للبنات، ان البنات برضو لو انت قدرت انك انت تنزل تصلي يعني مثلا مع مامتك، مع حد قريبك، مع حد انت عارفاه، دي حاجه حلوه قوي برضو. تاني حاجه وهي النصيحه للشباب بس، انك انت حاول تصلي اغلب الصلوات في المسجد جماعه، تمام؟ يعني الظهر، العصر، الفجر، الصلوات دي كلها نحاول نصليها كلها في جماعه وما نكسلش. لان انت حتى لو على الاقل بس كده خرجت من رمضان انك انت بتصلي اغلب الصلوات في المسجد، تمام، ده لوحدها يعني حاجه عظيمه جدا انت عملتها في رمضان، خلاص. فده حاجه حلوه قوي، حاجه كويسه، وانا ان شاء الله هعمل كده في رمضان واحاول اصلي اغلب الصلوات في المسجد. فان شاء الله اشوفكم كده على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.